عن بعض فروع علم الجيولوجيا الرئيسية. Historical Geology، الجيولوجيا التاريخية، ده علم بيهتم بدراسة الأحداث الجيولوجية اللي حصلت في الماضي. بنقدر نعرف اللي حصل عن طريق إننا نتابع التطور في النبات والحيوان ونرتبهم في ترتيب زمني من الأقدم للأحدث. وباستخدام تقنيات وأساليب جيولوجية بنقدر نفهم إيه الأحداث اللي حصلت في الماضي. Paleontology، علم الحفريات. علم الحفريات بنعتبره الدراسة العلمية للحياة في الماضي الجيولوجي. ده بيتخصص في جمع بين عناصر الجيولوجيا وعلم الأحياء عشان نقدر نفهم تاريخ وتطور الكائنات الحية على كوكب الأرض. من خلاله بقدر أحدد عمر الصخور والطبقات وأعرف مين الأقدم ومين الأحدث عن طريق الإندكس فوسيل، ودي بتبقى حفريات معروف أعمارها من خلالها بقدر أعرف العصور الجيولوجية. Stratigraphy، علم دراسة الطبقات وتتابعها ومعرفة بيئة الترسيب، وبنقدر نعرف عمر كل طبقة عن طريق الحفريات اللي بتبقى موجودة فيها. وكمان بنعرف المنطقة دي اتأثرت بعوامل تكتونية ولا لأ. Structure Geology هو العلم الذي يدرس التشوه في الصخور، أو بمعنى آخر العوامل التكتونية التي أثرت في الصخور. هنا 3 حركات تؤدي إلى التشوه: الشد، الضغط، الحركة الأفقية. بترولوجي، علم الصخور، فرع بيهتم بدراسة الصخور وإزاي اتكونت وكانت فين وأصلها بالظروف الفيزيائية والكيميائية والعمليات الجيولوجية اللي حصلت لها. يعتمد البترولوجي بشكل كبير على المينرالوجي. مينرالوجي هو علم دراسة المعادن وطرق التعرف عليها وتصنيفها ودراسة الخصائص الكيميائية والفيزيائية. لو عايزين تعرفوا أكتر عن الجيولوجيا ما تنسوش تتابعونا في الفيديوهات اللي جاية.